معانا النهارده نموذج للتفوق والابتكار طارق محمود، طالب في الصف الثالث الثانوي، قدم عدد من الاختراعات، منها اختراع خاص بتحلية المياه، كمان اخترع روبوت بيقوم ببعض الأعمال المنزلية، حصل على الميدالية الفضية والمركز الثاني في العلوم البيئية والطاقة بالمعرض الدولي الرابع للاختراعات، والمركز الثالث في مسابقة العرب للاختراعات، والعديد من الجوائز الأخرى. نموذج في التفوق والموهبة. تعالوا نشوف حكايته. زي ما كنت بقول من شويه، طارق مخترع جميل جدا الحقيقه، يعني حاجه نفخر بيها كلنا كمصريين. عندنا شاب عنده 17 سنه في ثالثه ثانوي وقدم هذا الكم الهائل من الاختراعات اللي شرفتنا مصريا وعالميا، ونسمع منه الحكايه. طارق اهلا بيك. احكي لي بقى حكايتك ايه بقى؟ اولا انا سعيد جدا بيك، وانت نموذج رائع للشباب المصري اللي اتمنى ان اشوف كل شبابنا زي كده ان شاء الله. مبسوط جدا لان بحقق حلم من الاحلام اللي انا كنت بتمنى ان انا اطلع مع حضرتك. انت نورتنا يا حبيبي. الموضوع كله بدا كاي طالب عادي جدا، بس المشكله ان انا كنت باخد اي ماده علميه عموما بستنتج منها مواد اخرى. بعرف ما هو يعني قدام. ف كتير من المدرسين لاحظوا كده، خاصه الاستاذ زكريا هو اللي ليه الفضل الاول والاخير. ابتدى يقول لي ان الكلام اللي انت بتقوله ده علم، ده في ناس اكتشفته، ده بقى حاجه ملموسه دلوقتي. فقال لي خلاص سيبك من كل العلوم البدائيه دي، وابتدى يجيب لي كتب العلوم. هو خريج كليه علوم، ابتدى يجيب كتب العلوم ويعلمني ويعرفني يعني ايه نواه. من ساعه ما كان الاغريق بيعتبروها ان هي ماده بسيطه جدا، يقعدوا يكسروها لحد ما يوصلوا لحته مش قادره تتكسر فيسموها ذره، لحد نظريه ذريه حديثه واكتشاف كوانتم لاينشتاين وبلانك وديبراولي وشرودنجر وكل العالم دي. فالموضوع ان ابتديت بقى اتفرغ شويه للعلم. بعد كده لقيت في ارتباط جامد جدا ما بين العلم والفلسفه، فاضطريت ان انا اعرف يعني ايه فلسفه واعرف ايه الفلسفه الغربيه والفلسفه الشرقيه. وابتديت ادمج بقى من حيث ما تنتهي الفلسفه بما يؤدي الى العلم، وبالتالي فتح معايا باختراعات. طب بدا ازاي استاذك في المدرسه يشوف فيك التالنت، الموهبه دي اللي موجوده عندك؟ في سن كام سنه؟ في سن هو كان في اولى اعدادي. اولى اعدادي. هو انا كنت دايما يعني يلاقوني في المعمل، يعني يسالوا فين، انا في المعمل، انا في المكتبه ابحث عن حاجه. فشغل تفكيره. انا عاده يعني في حاجات كانت معقده مش معقده، عايز اعرف ايه ليه هي كده، ليه الذره كده، ليه الالكترون بيدور كده. هل ده مرتبط بالبيت؟ يعني هل مثلا احكي لي، طب انت نشأت في بيت شكله ايه؟ والدك بيشتغل ايه؟ والوالده يمكن يكون في ترابط او حاجه؟ انا في اسره عاديه جدا. والدي بيشتغل في السياحه، ووالدتي سيده منزل. ما لهمش علاقه بالعلم كويس قوي، يعني جامد قوي. في البدايه كانوا فاكرين ان هي يعني كهوايه ان انا بحب اقرا كتير او اعرف معلومات كتير، لكن بعد كده لما لقوا ان في اختراعات وان في ناس بتشاور وتقول ده حاجات تبقى فعاله، ابتدى بعد كده الاهتمام يزيد الاول. لكن الاهتمام كبدايه الفضل الاول يرجع لربنا، ثانيا يرجع للاستاذ زكريا اللي هو قال لي يعني انت فيك مخك جوهره، فيجب عليك ان انت تنميها، وحطني على الطريق الصحيح وانا كملت الحمد لله. طيب مشوارك بقى مع الاختراعات، احكي لي بقى اهم الاختراعات اللي انت اخترعتها ايه؟ هو انا عندي طبعا انا شايف طبعا قدامي انت حاصل على المركز الثالث في مسابقة العرب للاختراعات على مستوى العالم العربي. الثاني حاضرت في مؤتمر الشباب لعلماء الجامعة الأمريكية، وحاضرت في مؤتمر علماء الغد، وفي مؤتمر الثالث في المركز القومي للبحوث، وعضو اتحاد المخترعين المصريين وجمعية المخترعين المصريين،
وعضو فريق عمل ابداع مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. ايوه. وحاصل على احسن اختراع على مستوى الاداره التعليميه عام 2010. وحاصل على عدد كبير من شهادات التقدير من مسابقات علميه مختلفه ومسابقات في العلوم. حاجه مشرفه في السن ده ما شاء الله، ربنا يحفظك. احكي لي بقى اهم الاختراعات ايه؟ اهم الاختراعات هو الاختراع الاخير، هو منظومه كيفيه تحويل ظاهره الاحتباس الحراري باثارها السلبيه الى اثار جانبيه. انا فكرت قلت ان ازاي نحول اي ضرر احنا شايفينه او اي ظاهره مضره ازاي نحولها لخير لينا. الاحتباس الحراري هيؤدي الى ارتفاع في درجه حراره الارض، مما هيؤدي الى ذوبان الجليد في الاقطاب الشماليه والجنوبيه، وده هيؤدي لمرحله ثالثه اللي هو ان مستوى البحر هيعلى فيعمل على تاكل الشواطئ. الدول كلها حاليا بتبتدي تبني في سدود، وبدايتهم هولندا، لان هولندا هي عصب الزراعه في الاتحاد الاوروبي. لكن انا مش شايف ان السدود ليها حل، فانا هقول لحضرتك على الحل اللي هم يحلوه ونشوف هو مقنع ولا مش مقنع. انا دلوقتي الميه ترتفع 8 متر، هبني سد طول 10 متر. طب هترتفع 20 متر، هبني سد طول 30 متر. هل ده حل كلي لظاهره الاحتباس الحراري؟ اكيد مش حل كلي، لان كل ما الميه هتعلى انا هزود. انا في الاختراع بتاعي بسحب الميه الزايده دي، بحللها، بخرج منها ميه عذبه، بخرج الاملاح بتاعتها، بحللها كهربيا، بحصل منها على احماض مهمه زي حمض الهيدروكلوريك، وبحصل منها على الصودا الكاويه اللي هي ليها صناعات متعدده. بعد كده بستخدم المخلفات الانسانيه كلها وبحولها الى البايوجاز، وبحولها من البايوجاز الى الغاز الطبيعي، وباخد منها كمان سماد، وباخد منها املاح. كل المواد دي تقدر ان هي توفر لي جو مناسب ان انا عندي ميه عذبه وغاز طبيعي واملاح واحماض وكهرباء، توفر لي جو طبيعي ان انا ابتدي استصلح الاراضي الزراعيه. الاراضي الزراعيه دي تسحب اكبر نسبه من الغاز الدفيء ثاني اكسيد الكربون المسبب لظاهره الاحتباس الحراري، وفي ناحيه ثانيه بتسد المجاعات اللي موجوده في العالم او ناكل الناس الغلابه اللي هم في بلدنا. فبالتالي انا بحل ظاهره الاحتباس الحراري من مشكله الاحتباس الحراري. هو ده كان فكري، وهو ده اللي نال اعجاب بره جدا. حتى الامير اياد الخرافي والامير حمد بن جابر احمد الصباح لقوا ان الموضوع ده فعال جدا، وان شاء الله يكون مستقبل كويس. ده شيء عظيم، ممكن اظن يفيد البشريه ويفيد الفقراء والمهمشين بشكل كبير. اتمنى بس اهم حاجه ان قبل ما يفيد البشريه يكون في ناس مهتمين بالفقراء. يعني زي ما بيقول رئيس شركه مايكروسوفت، يقول لك يجب عليك ان تنظم غرفتك اولا ثم تنقذ ما في الغابات الاستوائيه. فالرجال الاعمال العرب او المصريين عموما ما بيبصوش من ناحيه الابتكاريه. هو الراجل عايز يشتري حاجه ب5 جنيه يبيعها ب10 جنيه، يكون المكسب بتاعه مضمون. مع ان ممكن ان يكون في انسان آلي او يبقى في روبوت او في اختراع توفر له اكتر من كده وتكسبه اكتر من كده. واظنك انت اخترعت 3 روبوتات في كشف المومياء والمواد الاثريه، وروبوتات لاعمال المنزليه من تنظيف وغيره، مظبوط؟ لا اشرح لي بقى موضوع الروبوتات. اول حاجه كنت مبهور شويه بالروبوت الياباني اللي دخل الهرم علشان يستكشف وتقريبا ما وصلش غرفه خوفو. فانا فكرت، عرفت اساسا ان جوه ان الفراعنه عاملين مجال مغناطيسي معين داخل الهرم. اصل الشكل الهرم ده هندسيا او فرغيا ليه مشاكل كتير جدا يعني. ففي مجال مغناطيسي تعارض مع المجال الشغال اساسا في الروبوت، فالروبوت ما كملش. ففكرت ان انا اعمل روبوت يقوم بنفس المهمه وفي نفس الوقت لا يتاثر بالمجال المغناطيسي، بل ان هو يستمد المجال المغناطيسي الموجود من الهرم في زياده طاقته وسرعته. ده كان اول روبوت. تاني روبوت كان الاعمال المنزليه. كنت شايف ان الروبوت ده هيكون له مستقبل كويس. انا كنت مهتم بالروبوت في فتره، فعملت روبوت بينظف الارضيات، بيقطع، بيغسل، يعني كان نوع من انواع المساعده لست البيت اللي هي مثلا بتشتغل فما بتقدرش تحافظ على بيتها. اظن شيء صعب اختراع روبوت بالشكل ده. شيء مش شيء صعب علميا، ولكنه شيء صعب ماديا، ان انت تجيب الامكانيات. جبت التمويل منين طيب؟ التمويل كله من مصروفي انا. من مصروفك؟ من مصروفي انا، مفيش اي تمويل يعني. حتى الكتب بتاعتي كلها انا اللي جايبها، وطبعا والدي بيساعد. طب ازاي بيساعدها في البيت؟ ازاي يعني بياخد تعليماته من مين؟ الروبوت في بعض الدوائر الصوتيه اللي هو بتدي له امر معين، يعني مثلا اما تناديه، يعني مثلا هو الروبوت بتاعي اسمه TK13، اما تقول له TK13 الروبوت يجي لها. تقدر تطلب منه الطلب ان هو يعمل شاي او ينظف الارضيه، هو بياخد الموجات الصوتيه بتاعها ويحللها لاوامر بتمشي في دايره عاديه خالص، بتبتدي تنفذ الامر اللي هي قالته عن طريق الموجات الصوتيه بتاعتها. ودي حاجه مش انا مبتكرها، الحاجه دي معموله في العالم كله، بس للاسف مش معموله في مصر. هو ده بس الفرق. الروبوت الثالث كنت عامل روبوت
بيعمل على ليه مهام عسكريه، ده ما اقدرش بيعمل ايه مهام عسكريه بالظبط قوي يعني، بس نقدر نقول ان هو روبوت للدفاع الجوي بس. يعني دي كل ال3 روبوتات. وبعد كده انحدرت عن الروبوت خالص، ابتديت. طب اذن الروبوت للدفاع الجوي ده لازم الجيش يقعد معاك عشان خاطر يستفيدوا من حاجه زي كده؟ هو انا فعلا رحت وقدمت كلمت في وزاره الانتاج الحربي، بس يعني مش عارف ايه، انا حاسس ان مصر بالنسبه للبحث العلمي غير مهتميه بالمره، وده يرجع الى ان الدخل القومي في مصر اقل من 1% بيصرف على البحث العلمي. مع ان حضرتك نظرت الى اسرائيل، مع اني برفض ان انا اقول اسرائيل بتصرف 7% من دخلها القومي، والمانيا بتصرف 3.5% من دخلها القومي، مع ان 3.5% الدخل القومي بتاع المانيا يساوي الدخل القومي بتاع الوطن العربي كله. صحيح. فتخيل 3.5% من الدخل القومي الالماني على البحث العلمي. فبالتالي اقل من 1% من البحث العلمي في مصر، ده شيء لا يتناسب بالمره. واعتقد ان الخطا من اللي ماسكين البحث العلمي، لانهم ما اتكلموش انهم يزودوا النسبه. يعني البحث العلمي هو اللي هيطور في الطب، اللي هيطور في التعليم، اللي هيطور في الزراعه، هيطور في الاقتصاد، هينمي الناس. يعني في حاجات من اللي انا عاملها، عامل صندوق مخلفات. الصندوق المخلفات ده بيعلم الناس ان هم ازاي يفصلوا المخلفات بتاعتهم، الزباله بتاعتهم ازاي يفصلوها ويحطوا ده في صندوق وده في صندوق. ليه؟ لان لما يعرفوا ان هو هيفصل المخلفات بتاعته، هيعرف ان الغاز الطبيعي هيوصل له، لان المخلفات ده هيجي له غاز طبيعي. مظبوط. فيعني البحث العلمي يقدر يعلم الناس الاخلاق، يقدر يعلمها النظام. مش عارف احنا ليه مش متعلمين ليه او جاهلين ليه. اعتقد ان دي ممكن تكون من مخططات خارجيه، عشان يعرفوا ان لو مصري مشي في البحث العلمي ممكن ان هو. واديك عارف علمائنا اللي كانوا يعني بيبزغوا في مجال البحث العلمي كانوا بيتقتلوا، بيتم يعني من ايام سميره موسى ومصطفى مشرفه والمشد وغيره وغيره. شفت تعرضوا قد ايه فعلا في مواجهه عنيفه جدا من قبل اعدائنا لفكره ان احنا نتطور علميا ويبقى عندنا نو هاو في مجالات كتيره جدا. وده اكبر دليل ان احنا متميزين عنهم بكتير. صحيح. ده اكبر دليل. ده العقل المصري علاوه يعني لا يقارن بحد. خليني اسالك على المصل اللي انت عملته لمواجهه انفلونزا الخنازير، وانا اظن انت عامل مصل بيترمي في الجو يعني بيقي الناس من هذا المرض. هو الفكره بس ان انا كنت في الفصل لقيت كله حكايه الكمامات. انا كنت واحد جايب كمامه بس ما عجبنيش. انا مش شايف ان الكمامه هي كل حاجه، مش شايف ان احنا نصرف حوالي 37 مليون جنيه على حمله انفلونزا الخنازير. فانا طبعا ما اقدرش ان انا احضر بكتيريا، غلط عليا، لازم اكون متخصص. ففي صيدلي معين رحت احضر لي بكتيريا قدر يجي عليها الفيروس اللي هو AH1. بعد كده اخدت انا الفيروس وجبت حيوان فار، حقنت الفار. اي حيوان اما بتحقنه بكميه بسيطه جدا من مرض جسمه بيكون انتي بوديز، بنعمل لها عمليه. هو اظن الفار اقرب للبني ادم جدا. الفار اقرب للبني ادم. هو اي حيوان قريب من البني ادم، بس الفار هو الانقى شويه. بنبتدي نعمل عمليه انستراكت للانتي بوديز الموجوده في الفار دي ونطورها ونعالجها، وبالتالي هو ده يكون مصل ل انفلونزا الخنازير وبيدي الانسان مناعه مكتسبه منه. انا ما عملتوش على هيئه حبوب او على هيئه شرب. انا قلت ان الاوفر ان احنا نعمله في هيئه مصل يتنشر. ان مصر ده يخلص على اكبر كميه من الفيروس الموجود، وعملته بطريقه فيزيائيه شويه ان هو يكون محطوط في عكس الشباك، بحيث ان الهواء يخش من هنا ويكون في التركيز بتاع الهواء خارج من هنا، تبقى تفضل الاوضه معقمه على مدى ال 24 ساعه او على مدى وجود الطالب فيها. انا عملت كل الكلام ده وعملت الجهاز وعملت المصل، حطيته في الفصل يوم والتاني طلع قرار من مدير المدرسه ان هو يشيله. ليه؟ علشان عقليته لا تتفق نسبيا او طرديا مع فكره ان انا اعمل علاج. هو اساسا مش مصدق ان في، لكن اثبت نجاح. التجربه اثبت نجاح. وفي المركز القومي، مركز الاستكشاف للعلوم خدوا وقالوا احنا ممكن نطور فيه ونعمل فيه احسن، نديه اكتر ناس متخصصه شويه. لكن طبعا ده كان كله بعد ما البروباجندا بتاعت فيروس انفلونزا الخنازير انتهت. عموما انا سعيد جدا بيك يا طارق، وسعيد باختراعاتك، وسعيد بانك انت مشرف مصر في المحافل العالميه والدوليه بالشكل المحترم ده، واتنبأ لك بمستقبل رائع. يعني احنا عندنا دكتور زويل ودكتور مجدي يعقوب، عندنا عناصر ناجحه جدا ومشرفانا. اتصور ازيك وامثالك من المبدعين المصريين، يعني اذا كانت دي البدايات امال هتكون ان شاء الله يعني ان شاء الله المراحل المتقدمه في عمرهم. انا سعيد بيك وبشد على ايدك واقول لك يعني امشي واحنا معاك، وكل ما تختار اختراع ارجوك كلمني عشان تطلع معايا وتقدمه
هبقى سعيد جدا ان احنا زي ما بنقدم مشاكلنا لازم نقدم النماذج الجميله اللي عندنا. ان شاء الله. مصر اتغيرت بعد الثوره، فلازم نحس انها اتغيرت بسببها يعني. ان شاء الله. تمام. تحب تقول اي حاجه، توجه كلمه لاي حد في نهاية الحوار؟ احب يعني اشكر كل انسان وقف قصادي في الاختراعات، علشان هو كان بيفكر ان هو بيضعفني، لكن للاسف هو كان بيقويني اكتر. بس شكرا. دي رسالة قوية جدا على فكرة. بشكرك يا طارق جدا. ده كان طارق محمود، الشاب المصري اللي عنده 17 سنة، المخترع العبقري اللي قدر يخترع هذا الكم من الاختراعات في السن المبكر ده. يعني ده نموذج رائع، أنا حبيت أقدمه النهاردة من خلال واحد من الناس. وبشكرك جدا.